ازيكم؟ ما سألتوش مرة نفسكم هو مين اللي وسوس للشيطان؟ ومين وقتها كان شيطانه؟ إبليس في الوقت دوت لما رفض إن هو يسجد لآدم ما كانش فيه أي شياطين غيره، واللي وسوس لإبليس في الوقت ده كانت هي نفسه، ونفسه دي هي اللي كانت شيطانة. وكلمة النفس دي في حد ذاتها كانت في منتهى الخطورة، ولأن طبعا معروف إن النفس هي اللي أمارة بالسوء، لأن دايما بنعمل حاجات كتير وحشة قوي تغضب ربنا، زي حاجات كتير حرفيا بتحصل دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده. وطبعا ده كله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان قايل عليه. وللأسف إن احنا معظمنا بنصلي وبنقرأ قرآن لكن برضو بنعمل ذنوب، لأن انت سبت عدوك الحقيقي وهي نفسك وركزت مع العدو الضعيف، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهو فعلا الشيطان ضعيف جدا، بآية قرآن واحدة ممكن ينصرف، لكن انت نفسك هي اللي قوية وهي اللي أمارة بالسوء، وهي اللي بتخليك تعمل كل المعاصي دي وترجع تقول الشيطان هو كان السبب. وبكده تكون عرفت مين هو عدوك اللدود، وطبعا هي نفسك. فلازم تكون مؤدب وتحترم نفسك، وتكون أولوياتك إنك تغير من نفسك، ولازم تخلي دايما ذكر ربنا على لسانك. ده غير إن أنت لازم تصلي من قلبك، مش إن أنا بروح الجامع وبصلي وخلاص، أو إن أنا بصلي وبقرأ قرآن يبقى أنا مش بعمل حاجات تانية. شوف اللي أنت بتعمله غلط ولازم تصلحه، وحاول على قدر من الإمكان إنك تبعد عن المعاصي، لأن هي دي النفس إن لم تشغلها بالطاعة فأشغلتك بالمعصية. لازم نبعد عن نفسنا اللي هي أمارة بالسوء، وإن هي دي السبب في كل اللي انت فيه. ومش كل ما تيجي تعمل حاجة تقول أصل الشيطان كان السبب. الشيطان ده مجرد سبب انت بتذكره عشان تبرر بيه خيبتك وبس كده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وفكرته عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم اي جديد انا بعمله، ويا ريت لايك وتعليق محفز عشان استمر واكمل. ويلا سلام.